الرحمن الرحيم. المتابع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صن داونز وما أدراك ما صن داونز، فريق صراحة ده من الفرق الدم تقيل. المصريين بيقول لك ده فريق رخم، وصراحة صن داونز فريق دمه تقيل جدا، فريق لايوق. ولكن أنا قبل ما أتحدث عن صن داونز وبرضه حأتكلم عن حراس الهلال وعن مدرب حراس الهلال، أحب أطمن الناس على نجاح حالة الشاب اللي طرحناها لكرسي متحرك. الحمد لله الحالة نجحت، تم توفير المبلغ. العجلة ب 122 ألف، وحتفضل له مصاريف حكاية بتاعت 17 ألف جنيه. توفيق من الله وخير من الناس، إن شاء الله ربنا يجزيهم خير ويجعل لهم صحة وعافية في أجسامهم. سيتم التسليم اليوم أو غدا بإذن الله تعالى. نجحت هذه الحالة رغم من أننا شغالين في أسبوع زادنا، فشكرا والله العظيم من القلب. أيضا قبل الخوض في تفاصيل حلقة اليوم، أتوقف مع برومو وترويج حوار النجم محمد عبد الماجد اللي حيبث عصر غدنا الاثنين حصريا على قناة دقائق. نتابع مقتطفات من الحوار ونرجع. هل فعلا الهلال حسم صفقة كالالا؟ انا في ناس في وقت بقوم الغى متابعاتهم شهر، اذا كان انا ما داير اقاتل لاني حاشيل الكاس، حقاتل لاني اصعب من المجموعات. محمد عبد الماجد بيشرب بنجو، وتكرر الشريط ده ممكن اتخذ موقف اصعب من اللي اتخذته حسي. من الصحفيين الكيزان في تصريح اخير للعليقي، الزول اللي بيجي في الكلام المروحه دي ويركبها لي ويركب لي سلك بجاي، وبعد ما كانت شناي. نجمك المفضل في الهلال منه؟ هو لما خش المستشفى دي وخش خلاص غرفة عناية، كان بيستأثر انه الحكاية دي يقدمها لامرأة كانت في الكلاكلة. لما نزول يقول لي انت شعب، بقول لها ايش المشكلة شنو؟ يعني بتخلي انت انفعالك ده المفروض يكون بالكتابة ما بالقهوة. صح. مرة لقيته في اسمها كده، قعدنا في صينية، قلت له يا ولد الشريف يعني بكرة لما تجي انا معاك. فالحكاية دي عارف اسمي. هاي وكراسي ذات اصلا تعبانة، كراسي انت لو قعدت فيها بتتكسر خلاص. ده بقى زي السرطان، يعني يا قتلك خلاص. لما السرطان ده لما يصل مستوى انه يقول لك خلاص ما في علاج، تشيل حاجاتك دي وتمشي بس تستنى بعد الله ربك. لكن الاهلي ما بيعرف يتعامل مع الهزيمه. يا اخي انت غرفتك في البيت ده لو قدرت تكيفها بتكون ده لك 3 سنين ميزانيه وكده. لا تخش صندوق. لا تخش صندوق. ياخذ المعنى بعيد. يعني الحكم ده ما شايل لي مسدس ولا شايل لي مشنقه عشان يعمل حاجه. شفت فيهم بيعملوا حاجات في الظلام ما زول بيشوفها. انا المفروض احبط وامشي اقفل غرفتي علي واقفل تلفوني؟ لا. هل بينتابك اي شعور بالندم لوقوفك مع الحريه والتغيير والقصص اللي حصلت دي؟ طيب يا جماعه، ندخل على صن داونز والهلال. فريق صن داونز يا جماعه لو لاحظت له فريق كورته نظيفة جدا، وما عنده الأساليب الوسخانة داخل الملعب. يعني ما بيميلوا لتأخير اللعب، ما بتلقاهم كثيري الاحتكاك مع الحكم، بينصرفوا للهدف الجو من عشانه. يعني جايين يلعبوا كورة، جايين يغلبوا، بكون تركيزهم كله منصب في الحاجة دي. ما بيجتهدوا كثير في حاجات ممكن تضعف تركيزهم. عندهم فهم في راسهم، الفهم ده بيجوا يكبوه ونزلوه في 90 دقيقة والموضوع انتهى. يتقدموا على الأهلي بالأمس، وأنا ما داير أقول ظفروا بنقطة، لأنه الأهلي هو الظفر بنقطة. الأهلي المفروض يكون مغلوب، ومغلوب بأكثر من 2-3، لكن مرقتهم عناية الله. وده تأكيد على أنه الأهلي كل فريق يجتهد ممكن يضع الأهلي في علبه. كانوا بيكوركوا من شمس السودان ومن هدف ماكيبي ومن المعاملة السيئة، جاتهم معاملة فنية سيئة جدا داخل استادهم وامام جمهورهم، ويستاهلوا. الاهلاوية يستاهلوا الضغط في ملعبهم. خليني انا اقول حاجة بسيطة جدا. على المستوى الشخصي انا خايف جدا جدا من مباراة صن داونز في مدرمان. ممكن انا ما خايف من الاهلي في القاهرة للمفارقة، ما خايف من الأهلي في القاهرة، لكن خايف من صن داونز في السودان. يمكن لي تجربة سابقة
لأسباب، منها الفريق ده بيلعب خارج أرضه بمستوى كبير جدا، فريق قاعد يفتح ويتطور كل ما تقدمت المنافسة. يعني الناس دي اللي عندهم هجوم بيجيك زي المطر، زي مطر الليل، وبيتنوعوا، وعندهم إصرار غريب جدا على إنه يسجلوا هدف. يعني الناس دي ممكن يهاجموك 90 دقيقة من عمق الوسط، عن طريق عمق دفاعك، لا بكله لا بمله لا بيسهجوا، يعني سقالة كده تحيرك. فمباراة صن داونز، وده ما وقت الكلام عنها، لكن افتكر انها محتاجة لشغل غير عادي، شغل نفسي وشغل فني، اذا اراد الهلال يحقق الفوز في مدرمان. بعدين يعني ما تحتمد او ما يجيك احساس انه والله صن داونز بيكون ضمن التأهل ويجي يلعب لنا بالصف الثاني والكلام الفارغ ذاك. لا، الناس دي السنة اللي فاتت قلنا الكلام ده، رغم المرارة اللي ضايقة صن داونز من الاهلي في اتفاقية او بيعة سوق العتبة الشهيرة، لما خدت المريخ راسه مع الاهلي المصري، شنجاب لجاب طبعا، خطوا رصينهم مع بعض، اتفقوا عشان يزحلقوا الهلال وصن داونز. رغم ذلك ورغم صن داونز عارفة البيعة دي، ما كان في اي شبهات تواطؤ بينه وبين الهلال، بل جا غلبنا داخل ارضنا. فما تعتمد ليك على فكرة ضمن التأهل وحيجينا ما عنده اندفاع. لا لا، الناس زي عقلياتهم ما زي عقلياتنا، داير يتأهل بالنمرة الكاملة، داير يزيد تصنيفه، داير يعمق عقدتك، داير يعمل تفاصيل كثيرة، فما يجيك أي إحساس إنه ممكن يتساهل أمامك. ودي حاجة نحن حنتكلم عنها في وقت قادم. لكن أفتكر إنه حتى التجربة بتاع الصن داونز تجربة تستاهل الاستلهام، والناس تتوقف عندها. فريق طموح وشاب وبكل هذه الإمكانيات والقيافة، يعني يستاهل الناس تأخذ منه كثير من الدروس والعبر. طيب يا جماعة، شوف، نتكلم بصراحة وبوضوح. مدرب حراس الهلال الموجود الآن هو الحلقة الأضعف في كل مكونات العمل التنفيذي في نادي الهلال على الإطلاق. والكلام ده أنا قبل كده قلته، والكلام ده في ناس في الهلال، في المجلس، في دائرة الكورة، في الجهاز الفني عارفين المعلومة دي. الراجل ده كورته حبة جدا، جابوا فلوران ما جابوا فلوران دي حاجة تانية، لكن الراجل عادي جدا، عادي جدا. ممكن يكون عندنا مدربين بتاعين حراس مرمى وطنيين أفضل منه. وللأمانة أنا في حواري مع الديبة قبل يومين 3 أيام ذكر لي برضو النقطة دي، إنه في خلل في تدريب حراس مرمى الهلال، والحاجة دي واضحة. أنا ما بقول الكلام ده عشان مثلا أبو 20 بيطلع من مرماه كتير، أو عشان بتخش في الهلال أهداف، ده طبيعي. يعني أبو 20 ممكن يطلع في كورة طلعة شترة، لكن أبو 20 نفسه ممكن يطلع له كورة ما بطلع إلا أبو 20. دي حاجات نسبية، والكمال لله. صحيح احنا بنزعى وبنجتهد في حارس أقل أخطاء، وفي خط دفاع أقل أخطاء، وفي وسط مثالي، وفي هجوم مثالي، لكن إلى أن يتحقق ذلك لازم تصبر. مرات حتى الشتارة بتاعت الحارس أو إنه يطبزها في حتة بيكون سببها سوء في وقفة الدفاع. مرات الحارس من لهفته عشان ما يستقبل مرماه هدف بيكون جاري من مرماه عشان يسد فرقة أو فجوة حصلت في الدفاع شورت. فده عمل فني متكامل. نحن بنجدد ثقتنا الكاملة في أبو 20. عنده أخطاء ما بيسيء التقديرات في بعض الأوقات صحيح، لكن في إطار حراسة المرمى بشكل عام، يعني أعظم وأكبر حراس المرمى في العالم بتدخل فيهم أهدافه سهلة جدا. أبو 20 بيطلع من مرماه دي صحيحة. محتاج هو في نفسه قبل مدرب الحراس إنه يكون أكثر انضباطا وثباتا. ما أنا حتى المرقة بتاعت أبو 20 دي ومرة كده قبل كده سألته، يعني سألته في حوار سابق، يعني الإحساس اللي بيجيه إنه والله أنا قادر أمرق الكورة دي، قادر أفشل مخطط المهاجم ده، قادر كده.
المرقة يا جماعة ما مارق عشان يخش فيه جون، مارق عشان يحمي نفسه جون. ما كان جيد في تقدير المرقة نفسها من المرمى، دي حاجة تانية. لكن أبو 20 حارس الآن، هو حارس الهلال الأول، حارس المنتخب السوداني الأول، الناس تدعمه وتقف معاه على الدوام، وإن شاء الله يقلل أخطائه. يعني الموضوع بسيط جدا، لكن بيبقى الإشكال نفسه في مدرب حراس المرمى. أنا أتمنى إنه من السيد العليقي والقطاع الرياضي بشكل عام يقيموا أداء مدرب حراس الهلال. يا جماعة المرحلة الجاية في كل الأحوال ما بتستحمل أي مجاملة، وأي خلل في حتة ممكن يضيع جهود كبيرة جدا. فالناس تعيد تقييم مدرب حراس مرمى الهلال، وحتى تتحدث مع فلوران. يعني أنا لما يكون عندي حارس أجنبي زي عيسى، تطول فترة جلوسه على دكة الاحتياطي كل الزمن ده، أفتكر إنه دي إشكالية. يعني دي إشكالية. الآن يكاد يكون أبو 20 من غير منافس، ونحن عندنا حارس بالدولار موجود في الكنبة. يبقى إنه شفنا إسحاق لما شارك كانت عنده بعض المشكلات، رغم إنه إسحاق حارس مهم جدا. شفنا أبو وجه لما شارك عنده بعض الإشكالات، شفنا تفاصيل كثيرة. فمدرب حراس الهلال أنا مصر وأتحمل هذه المسؤولية أو هذه الشهادة، إنه ده المدرب ده تعبان جدا. فأتمنى إنه في النهاية بعد ده بتبقى الحاجة دي بيد مجلس الإدارة وبيد الجهاز الفني والجهات المسؤولة يعني. لكن الرأي ده كونته أنا من خلال متابعة، حتى متابعة تمارين، متابعة مباريات، رصد للحراس، الطريقة اللي هو بيمرن بها، تفاصيل كثيرة خلتنا نصبر، وبعد نجي نقول الكلام ده. والحاجات دي كلها بتتلحق، لكن احنا ما عندنا استعداد بعد كل هذه الهيصة والشخصية والجمال نحن ننهزم بسبب تفاصيل صغيرة عندها علاقة حتى بمدرب حراس المرمى. الآن عادت بعثة الهلال وسيواصل الفريق تمارينه، وحيلعب في الدوري المحلي، ومن بعد ذلك يستعد لمواجهة القطن الكاميروني في 7 من الشهر القادم، وبرضه مباراة مهمة سنفرد لها مساحات للحديث عنها من ناحية نفسية ومعنوية. يا جماعة بكرة بينتهي أسبوع زادنا، أسبوع الصنف الثاني من كرتونة رمضان. بدينا بالسكر ودخلنا أسبوع زادنا اللي بينتهي بكرة. الناس تكلفة الكرتونة كاملة 23,000 جنيه. إذا دار تشتغل معانا صنف بصنف، الأسبوع الفات كان صنف السكر 6,000 جنيه، والأسبوع ده أسبوع زادنا 5 كيلو أو 5 ظرف ب2,750، عشان من بعد بكرة أو من بكرة حندخل صنف جديد من أصناف كرتونة رمضان. يا جماعة شدوا حيلكم، و2,750 ما كتيرة، وبرضو ما على شرط. ممكن يا جماعة ترسل 500، ممكن ترسل 1000، ممكن ترسل 2000، ممكن ترسل 100,000، كله متاح لك، والأجر طلاقيط. لما نكتمل من الكرتونة ونجي نوزع على الأيتام إن شاء الله كلنا نفرح مع بعض، ونحس بسعادة ما قدمنا وما فعلنا، وربنا يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، ويبلغنا رمضان بإذن الله تعالى. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واجعلني وإياهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.